الوصمة الذهبية لذوي الاحتياجات الخاصة بشراكة مع مندوبية التعاون الوطني. وهذا اليوم يعني 3 دجنبر من كل سنة بمثابة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. أنا فخورة اليوم بحضوركم الذي يعد اعترافا بمدى أهمية إشكالية الأشخاص في وضعية الإعاقة، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على صفاء قلوبكم وحسن اهتمامكم لهذه الفئة من المجتمع. وأنا باعتباري رئيسة الجمعية الوصمة الذهبية لذوي الاحتياجات الخاصة أغتنم هذه الفرصة لتسليط الضوء عن مدى خطورة الوضع والإهمال الذي طال ويطال الأشخاص في وضعية الإعاقة، وهذا يجعلنا نفكر في الأسباب خلف هذا الإهمال، وأولها غياب مركز بمدينة دريوش الخاص بتقديم الخدمات من التمرس والتطبيب والتأهيل المهني وخدمات أخرى تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة في الإدماج في المجتمع وجعله فئة منتجة، إضافة إلى غياب ثقافة حديثة تساهم في تقبل الإعاقة وعدم إقصاء صاحبها أو النفور منه. إننا من دوام سرورنا بهذا اليوم أن نحاول بكل ما تتيح لنا الظروف والإمكانيات المتاحة بتقديم توجيهات وإرشادات لهذه الفئة ومناقشة السبل السليمة مع المهتمين والإخصائيين في هذا المجال، والمساهمة في تكوين مربيين ومربيات والتواصل مع الأسر من أجل فهم طرق التدخل وتعديل السلوك. وفي برنامجنا السنوي نركز بالخصوص بالتواصل مع الأسر لأنها شريكة قوية في تنمية قدرات الأطفال باختلاف إعاقتهم. ولا تفوتني الفرصة أن أشكر الحضور الكريم كل باسمه وصفته، كما نعتز نحن كجمعية وكأبناء وبنات مدينة دريوش وكمهتمين بوضعيات ذوي الاحتياجات الخاصة بالأطر مندوبية التعاون الوطني على مساعدتهم التي يقدمونها لهذه الفئة وتكوين مربيات ومربيين بأعلى مستوى من أجل النهوض بالأوضاع هذه الفئة. وأختتم هذه الكلمة برسالة لكل غيور على تحسين ظروف الأشخاص في وضعية الإعاقة أن نضع اليد في اليد من أجل مجتمع سليم لا يعيق الطريق التطور والتنمية والإدماج لذوي الاحتياجات الخاصة. وشكرا لكم ومرحبا بكم. شكرا للسيدة رئيسة الجمعية لا ألف ذكرها سابقا. والآن نلتقي إلى السيد سمير طويل عن مندوبية التعاون الوطني يلقي كلمة في هذا الصدد، فليتفضل مشكورا. شكرا. كنشكر جمعية الوصمة الذهبية لذوي الاحتياجات الخاصة، ونشكركم انتم كجمهور وكمهتمين في مجال الإعاقة. هذه الكلمة اللي غادي نعطي هي في الأصل هي كلمة ديال السيد المندوب اللي هو كيعتذر عن الحضور، لأنه في البرنامج كان هو غادي يعطي الكلمة ديالو في موضوع علاقة أو ما هي الخدمات التي يقدمها مندوبية التعاون الوطني بالدريوش للأشخاص في وضعية الإعاقة، ولكن لظروف خارجة عن إرادته كيعتذر بأنه ما حضرش، وغادي نقدم كلمة نيابة عنه باش نفسر لكم المحور ديال اللي غيهضر عليه، ومن بعد غتكون عندي واحد الكلمة أخيرة هي عبارة عن عرض حول التربية الخاصة والإعاقة أو المربي المختص حول علاقته بالإعاقة. أولا كنشكر الجمعية وكنوه على المجهودات ديالها وكنحييها عاليا لأنها نسقات ما بين مصالح خارجية وبين جمعيات وبين أمهات وبين مربيات باش تجمعنا هاد النهارات باش نبارطاجيو بيناتنا المعلومة، باش كلشي يتعلم، باش نحاول ما أمكن باش نبدلوا شوية الأفكار السلبية اللي كتدور في المجتمع حول هاد الأشخاص في وضعية الإعاقة، أطفال، أمهات، بنات، رجال، كل بصفته واسمه ووضعيته. أول حاجة مندوبية التعاون الوطني هي مؤسسة عمومية تابعة لوزارة الأسرة والتضامن، هي المؤسسة اللي عندها علاقة مباشرة مع الأشخاص في وضعية الإعاقة ومع الأشخاص في وضعية هشة ولا في وضعية صعبة، وحتى مع النساء اللي في وضعية صعبة. المندوبية هذه كتواجد في كل إقليم وكاين منسقيات في كل جهة. الخدمات اللي كتقدم هي عديدة نذكر منها الحصر. أول حاجة هي تزويد هاد الجمعيات اللي غيخدم مع الأشخاص ذوي الإعاقة بواحد مجموعة ديال الأدوات المكتبية، مجموعة ديال
ديال المعلومات الكافيه ومجموعه ديال البرامج باش تشتغل مع الولاد سميتو مع الولاد ديال الاطفال وذوي الاعاقه، بالاضافه الى واحد الدعم مالي كيتعطى لهم كل سنه باش هما يقدروا يخلصوا دوك الاطر، دوك الاخصائيين المربيين والبسيكولوج والروتوفونيست والبسيكوموتريسيان اللي خدامين يعني كيقدموا خدمات لهذه الجمعيه هذه. هنا الميساج بغيت نوصل بانه الجمعيه هي كتنسق بين مندوبيه التعاون الوطني وكتراقب دوك الاطر واش كيقدموا خدمات باعلى مستوى دوك الوليدات ولا لا، وحنا كمندوبيه كنراقبوا كنديروا السوي في هذه المؤطرات وهاد الاخصائيين واش فعلا كيكون واحد الديفلوبمون واحد التنميه لهاد الوليدات، يعني الوليد كيدخل المركز في الاول العام وفي الاخر العام واش تغير منه شي حاجه ولا لا. وهنا غادي نحاول هذا ماشي ميساج سياسي ولكن ميساج اعترافا لواحد الجمعيه هنا في الاقليم اللي هي خدمت تقريبا 2015 و 2016 في هذا المجال هذا وعطات نتائج وراه غادي في مسار صحيح. هي واحد الجمعيه في تفاسيت لسوء الحظ هنا في الدريوش ما عندناش شي علاقه مع شي جمعيه شي اتفاقيه شراكه، لان كنشوفوا بزاف ديال الجمعيات هنا في الدريوش اللي هما على الورق ولكن في الميدان ما كاينش انشطه، ما كاينش اتفاقيه شراكه مع المؤسسات الخارجيه، ما كاين والو. باش ما نخرجش على الموضوع ديالي غادي نرجع للخدمات اللي كيقدموها. هذا اول محور حول العلاقات الجمعيه بالتعاون الوطني وعلاقات الجمعيه بالاشخاص وذات الاعاقه. الخدمه الثانيه اللي تخدم التعاون الوطني هي اي شخص فيه ذات الاعاقه غادي يدير واحد كتساعد مندوبيه التعاون الوطني باش يعطيه واحد المشروع، واحد الدعم مالي يعني تمويل كتمول ليه واحد المشروع. يعني اي واحد عنده 18 عام حتى 50 سنه وعنده اعاقه وبغى يدير شي مشروع هنايا، مشاريع اللي هما مكتبه لافاج باتيسري مخبازه المهم محل كوافور، اي مشروع بغى يديرو غادي يجيب لك واحد الوثائق يعني اللي عنده اهتمام كيجي عندنا كنوضحوا له المساله وكنديروا معاه السويفي. حنا كنمشيو معاه مزيان اي ايطاب وكنتسقوا مع الاداره الاخرين باش هو ينجح في هذا المشروع، باش ينجح هو في هذا المشروع. والدعم اللي كيتعطى ما بين 0 درهم حتى 6 المليون اللي كتعطى لهاد الناس هذا، يعني شي واحد اللي عنده اهتمام حنا كنمشيو معاه باش اي واحد يدير داك المشروع. الخدمه الثانيه هي المساعدات التقنيه او المساعدات الطبيه. شنو هو المساعدات الطبيه؟ هما دوك الكراسي المتحركه والعكاكيز ودوك البيكي ودوك لوحات البرايل كيتعطاو الناس المكفوفين، اضافه للسماعات. حتى هذه الخدمه كتقدم هنا اقليميا التعاون الوطني كيقدم على اشخاص ذوي الاعاقه، يعني اي واحد عنده بطاقه رمي بطاقه التعريف الوطنيه او عقد الازدياد غيستخدم الخدمه هذه. ثالث حاجه كاين بعض الخدمات اخرى اللي هي كنديروا فيها عن طريق التنسيق والاستشاره مع بزاف ديال الاشخاص ذوي الاعاقه. مثلا كنلقاو مجموعه ديال الوليدات كنلقاو في وضعيه صعبه كنديروا مثلا الايواء بعض المراكز، يعني هنا في الدريوش ما كاينش شي مركز ديال الايواء حنا كنصيفطوهم للجهات الاخرين. كنلقاو مثلا شي وليد متخلى عنده ولا شي حاجه بحال هكا في وضعيه الاعاقه كنصيفطو حنا للجهه المسؤوله. كلشي من مندوبيه التعاون الوطني كدير توفر ليه النقل، كيمشي مع واحد المساعد اجتماعي كيديبلاصيه للمدينه فين يبغي. هذه كمجملها كواحد النقطه بسيطه اللي قلت لكم على الخدمات اللي كيخدمها التعاون الوطني لفائده هاد الناس اللي عندهم في وضعيه الاعاقه. وكنختم هذه الكلمه ديال السي مندوب بالاعتذار ديالو، كيعتذر مره اخرى وكيقول لكم اللي عنده شي اهتمام في هذا المجال ديال الاعاقه بان المندوبيه مفتوحه ابواب ديالها امام الجميع، واللي ديجا زار المندوبيه هو راه غادي يعرف الاطر اللي خدامين تما. راه السيده الرئيسه راه نوهات بها كتكون ديالها اطر وكذا، كنشكروا حتى حنا من هذا المنبر. راه اللي جا وبغى يخدم في هذا المجال ديال الاعاقه بالمعقول وبالنيه صافيه حنا غادي نلقانا في الجلب ديالو وغادي نرشدوه وننصحوه ونمشيو معاه لابعد نقطه، باش حيت الاهتمام الاول ديالنا هو هاد الاشخاص ذوي الاعاقه خصنا نعرفوا بهم. وكما كتعرفوا بان حسب الاحصائيات ديال 2014 كتعرفوا بان اقليم الدريوش كيحتل المرتبه الاولى وطنيا في هذه الاعاقه. دونك الهدف ديالنا هنا حنا كاطر ولا كجمعيات ولا كمجتمع مدني ولا كناس مهتمين بالاعاقه خصنا نوسعوا الدائره ديال الثقافه باش نعترفوا بهاد الناس هادو ونحققوا لهم المبتغى ديالهم ونحاولوا ندمجوهم في المجتمع وما نحاولوش نقصيوهم ولا ندير لهم ديك الوصمات عار ونشوفوا مثلا واحد الشخص في ذات الاعاقه ونفروا منه ولا راه كاين اشخاص في وضعيه الاعاقه راه وصلوا واحد الرتب اللي هي ما نقدروش نوصلوها حنا. اللي كنقول بيناتنا
حنا اشخاص عاديين، رغم ان حتى شي واحد ما عادي، كل واحد عنده اعاقه، شي واحد عنده اعاقه واضحه للجميع وشي واحد عنده اعاقه ولكن مخفيه، ولهذا خصنا ندوسوا مع راسنا ونتصالحوا مع الدعوات ديالنا وننشروا هذه ثقافه الوعي ونعترفوا بهاد الناس ونحاولوا نديروا شي انشطه وترفيهيه باش يحاولوا ما امكن يندمجوا في المجتمع سواء مهنيا او اجتماعيا. وشكرا. شكر السيد سامر طويل ممثل المندوبيه التعاون الوطني، كما نشكر السيد مندوب التعاون الوطني رغم عدم حضوره، ونشكره على خدمته في سبيل خدمه ذوي الاحتياجات الخاصه ومن هم في وضعيه صعبه. والان ننتقل الى كلمه السيد ابراهيم اقديم، منسق مركز ذوي الاحتياجات الخاصه بكفسيت ورئيس جمعيه المشعل الذهبي لذوي الاحتياجات الخاصه، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. السيدة رئيسة جمعية البصمة الذهبية لذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة الدريوش، السيد المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بالنيابة بإقليم الدريوش، السيدة الأخصائية في الترويض الحركي بمدينة الدريوش، السيدة الأخصائية في تصحيح وتقويم النطق بمدينة الدريوش، الأستاذ الفضيل، السادة الفاعلين الجمعويين وأسر الأشخاص في وضعية الإعاقة، السادة والسيدات أطر مركز أشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بجماعة تفسيت، اسمحوا لي جميعا في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيدة الرئيسة على دعوتها الكريمة لحضور هذا الاحتفال الذي يأتي ويصادف اليوم العالمي للإعاقة. هذا اليوم الذي نعتبره نحن كأشخاص في وضعية إعاقة محطة بارزة، وأنا كنت مدعو في عدة مدن مغربية للحضور في هذا الاحتفال، ولكن قلت غادي نحضر بدار الشباب بمدينة الدريوش، ولكن لسبب واحد ألا وهو السيدة الرئيسة تذكرني بالزمن الجميل ببداية تأسيس جمعية المشعل الذهبي بسنة 2011. أول ما اشتغلنا به هو التحسيس والتوعية والإرشاد واللقاءات مع الأسر. هذا ما عجبني في استراتيجية جمعية البصمة الذهبية. الحاجة اللي بدأت بها هي مسألة التوعية والتحسيس. وبهذه المناسبة اللي هي مناسبة اليوم العالمي كنتقدم بتهنئة خاصة للأشخاص ذوي القدرات الخاصة، لذوي الهمم الذين نعتبرهم لديهم قدرات ما كايناش عند شي حد آخر، لأن لا يمكن أن يحس بهذه القدرات ولا يمكن أن يعرف مدى قدرات هؤلاء الأشخاص إلا من يشتغل معهم. وبهذه المناسبة أيضا بغيت نقول لجميع الأطر وجميع الأخصائيين وجميع الفاعلين في قطاع الإعاقة وكذلك الأسر ديال الأطفال في وضعية الإعاقة بأنه قبل أن يكون تكليفا لكم التعامل مع هذه الشريحة فهو شرف، فهو تشريف من الله. اختاركم من بين الناس باش تشتغلوا مع واحد الفئة اللي هي عندها واحد الرقي، لواحد الفئة اللي عندها واحد الدرجة عالية عند الله تعالى. نحن في بدايتنا في جمعية المشعل الذهبي عندما بدأنا مسارنا في الاشتغال مع هذه الفئة بدأنا كجمعية البصمة الذهبية بالاعتماد على التواصل والتحسيس والتوعية، ولكن الفكرة من أين أتت؟ حتى صار اليوم الشخص في وضعية إعاقة بإقليم الدريوش
يستفيد من خدمات في مركز الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذي أحدث مؤخرا، والذي تم تدشينه من طرف عامل صاحب جلالة على إقليم دريوش، والذي نعتبره أول الغيث لهذه الفئة بهذه المنطقة، وهو المركز النموذجي على الصعيد الإقليمي والجهوي، لا من ناحية ديال المعدات ولا من ناحية ديال التجهيزات ولا من ناحية ديال الموارد البشرية. وهذا المركز هذا اللي في تفرسيت هو نواة لفتح مراكز أخرى داخل الإقليم. وهذا المركز ديال تفرسيت اللي غادي يكون نموذجيا وغادي يكون مرجعيا باش المراكز الأخرى إن شاء الله اللي كاينة في المدن القريبة من تفرسيت غادي يكون عندها نفس الاستراتيجية. غادي تسمحوا لي غادي نقول لكم شنو هو السبب للوصول إلى تحقيق الأهداف. في البداية ديالي عندما أسست الجمعية بحثت بزاف، بديت كنقلب كنقول شنو هو السر اللي خصنا نديروه وشنو هو الحاجة اللي خصنا نديروها باش نقدروا نحققوا واحد الحلم لهاد الوليدات، لهاد الأشخاص اللي حتى هما مواطنين عندهم حق في الصحة، عندهم حق في التعليم، عندهم الحق في النقل، ولكن كيفاش نديروا باش نوصلوها؟ بديت كنبحث، ومن خلال حضوري في أحد الاحتفالات بأحد المناسبات بمدينة سلا في أحد المراكز المشهورة وهي المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، والتي اطرها الدكتور وشيخنا الفاضل مصطفى بن حمزة، وتطرق إلى موضوع مهم جدا، وتطرق إلى موضوع الإعاقة. هنا بديت كناخذ المعلومات شنو هو. لقيت بأن الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكلكم كتعرفوا بأن العالم العربي مر بواحد الفترة اللي كتسمى بالربيع العربي. هذا الربيع العربي اللي كان العالم مفتون فيه، كانوا دول الجوار كلهم عندهم مشاكل داخلية، ولكن المغرب ما تصب حتى شي حاجة، ولكن العالم يتساءل يقول لماذا المغرب استثني من الربيع العربي؟ فوجدت الجواب أن أمير المؤمنين جلالة الملك في تلك الفترة كان لقى واحد الحديث اللي هو مهم، اللي قالوا جده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة ديال الجمعة اللهم صل على حبيبي رسول الله، صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم على فأمير المؤمنين قرأ حديثا مهما جدا. ما هو هذا الحديث؟ قرأ بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما تنصرون وترزقون بمن؟ بضعفائكم. بضعفائكم، ما قالش لنا بأقويائكم. ولقى بأن أحق الناس بهذه الكلمة وهي كلمة الضعف هما هاد الأشخاص اللي هم في وضعية إعاقة. هاد الناس اللي ما كيقدروش يعبروا على المحاسن ديالهم، هاد الناس اللي ما كيقدروش يهضروا، هاد الناس اللي ما كيقدروش يشكيو، هاد الناس اللي ولو أنك تضربهم ولكن ما يقولوا لك والو. ولكن هو بالحكمة المتبصرة ديالو وهو قائد البلاد لقى بأن أحسن طريقة هو إنشاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فبدأ يخرج من القصر الملكي وبدأ يزور المستشفيات والمراكز لذوي الاحتياجات الخاصة والمجتمع المدني الذي يعنى بهذه الفئة، وبدأ يقبل هؤلاء الأطفال ويعطف عليهم ويوليهم اهتماما كبير، ويدشن مجموعة من المراكز التي تعنى بهذه الفئة. هنا في الله سبحانه وتعالى نصر المغرب وخلاه بلد مستقرا آمنا مطمئنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. باش ما نطولش عليكم، أنا اللي غادي نقول للسيدة الرئيسة اللي هي رئيسة جمعية البصمة الذهبية، نقول لها هنيئا لك لأنك اختاريتي الطريق الصحيح من خلال هذا اللقاء اللي جمعتي فيه هذه الأحباء، ومن خلال هذه الأخصائيين اللي غادي يحضروا معنا باش نقدروا أننا نديروا هذا اللقاء ونحتفلوا بهذه المناسبة. ولكن من الضروري جدا باش تنجح في الجمعية ضروري أنك دير واحد المقاربة مهمة جدا، وهي المقاربة التشاركية.
نحن في جمعية المشعل الذهبي لولا تشاركية اللي اعتمدناها والتشاور اللي كان ما بيننا وبين قطاع التعاون الوطني ولا سيما السيد المندوب الإقليمي للتعاون الوطني لما وصلنا اليوم إلى تحقيق هذه الأهداف. إذا ضروري من إشراك جميع الفروع. وهذا الموضوع ديال الإعاقة هو موضوع رضاني، ليس كيهم واحد القطاع فقط ولكن كيهم جميع القطاعات. ضروري من تضافر الجهود من طرف الجميع، سواء القطاعات الحكومية ولا المنتخبين ولا المجتمع المدني ولا الأسر. يعني ضروري خصنا نديروا اليد في اليد من أجل كما قالت السيدة الرئيسة، من أجل باش نعطيو الحق اللي راه مكفول ليه قانونيا لهاد الاشخاص اللي في وضعيه الاعاقه. وفي الاخير غادي نختم بانني راني سعيد بالحضور ديالي معكم في هذا اللقاء. وقال تعالى: ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما اخذ منكم ويعفو عن كثير والله غفور رحيم. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الاتحاد المغربي للشغل يلقي كلمته في هذا الصدد. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. دوري كنشكر جمعية البصمة الذهبية على هذا النشاط التحسيسي المتميز. كنرحب كذلك بدوري يعني بالسيدتين المختصتين في المجال ديال تقويم النطق وكذلك الترويض الطبي. وكنشكر الدوبيه ديال التعاون الوطني على تعاونها المستمر مع الجمعيات المهتمه بالاشخاص في وضعيه الاعاقه. وكنحييكم جميعا على الحضور ديالكم المتميز اليوم في هذه المحطه اللي كنعتبرها بالنسبه لي انا محطه مهمه جدا، لانها كتصادف مع اليوم العالمي للاشخاص في وضعيه اعاقه، وبالتالي هي فرصه باش نتبادلوا الحديث حول الوضعيه ديال هذه الفئه والمستوى ديال التقدم في تدبير ومعالجه الاشكالات اللي كتعترض الحياه ديالها اليوميه الى غير ذلك. ما غاديش نهضر بزاف لان حتى المجال ديال الوقت ما غيسمحلناش. انا في الحقيقه كنت وجدت واحد العرض شويه مفصل، ولكن ما غاديش ندخل في التفاصيل. غادي نستغني على واحد الجزء كبير من هذا من هذا العرض. غادي نحاول نهضر فقط على الدعامات الاساسيه للنهوض والاوضاع ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه. وقبل ما ندوز لهذا الاطار القانوني وكذلك شنو اللي مطلوب، شنو خصو يدار من اجل اننا نساهموا في النهوض بالوضعيه ديال هذه الفئه هذه، اسمحوا لي نعطي بعض الارقام والمعطيات لانها مهمه. خصنا نعرفوا كاملين بانه في العالم راه عندنا تقريبا 15% من السكان ديال العالم كاملين، اي مليار شخص يعيشون في وضعيه اعاقه. وعندنا في المغرب في الاحصاء ديال 2004 كانت عندنا 5.1% من الاشخاص من المجموع ديال السكان كانوا في وضعيه اعاقه. وفي الاحصاء في البحث الاخير اللي دار ديال حول نفس الموضوع طلعت النسبه ل 6.8 ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه على المستوى الوطني. وخصنا نعرفوا كذلك بانه في كل اسره في المغرب، في كل عائله من اصل 4 ديال العائلات كنلقاو واحد الشخص ولا واحد العضو من هذه العائله في هذه العائله في وضعيه اعاقه. وبالتالي خصنا نتفاهموا بانه واحد الجزء كبير من الناس كيعيشوا هذه الوضعيه هذه. دونك خصنا نتعاطاو معاه بشكل طبيعي، وخصنا نتعاطاو معاه بما يجعل هذه الفئه ما تندمج في المجتمع وما تحسش باي نقطه ماشي شي حاجه سميتها النقص ولا الضعف الى غير ذلك. ما غاديش نهضر عن الانواع ديال الاعاقات الى غير ذلك، غادي نذكر فقط بانه كاين القانون الدولي اللي كيحمي الحقوق ديال هذه الفئه هذه.
فالمنظمه الامم المتحده صادقت في الجمعيه العامه ديالها في 2006 على واحد الاتفاقيه دوليه اللي كتهتم بالاشخاص ذوي الاعاقه، وهذه الاتفاقيه الدوليه فيها يعني الكثير من التفاصيل. انا انصح الجميع زعما كنقول مزيان نمشيو نقلبوا على الاتفاقيه الدوليه المتعلقه بالاشخاص بوضعيه الاعاقه ونطلعوا عليها، لان هي اللي المفتاح اللي غتفهمنا واحد العدد ديال الامور. كاين كذلك بروتوكول اختياري ديال نفس المؤسسه ديال الامم المتحده. المغرب صادق على هذه الاتفاقيه هذه في 2009 اعتقد، ونشرت في الجريده الرسميه في 2011، ومنذ هذا الحين والدوله يعني خرجت من بعد في 2016 خرجت من قانون اطار اللي كينظم الحقوق يعني كل الامور اللي مرتبطه بهذا الفئه هذه. منذ ذلك الحين كما قلت يعني تقريبا منذ 2009 حاولت الدوله انها تسرع من الوتيره ديال ادماج هذه الفئه هذه في الحياه العامه وديال حمايه حقوقها وصون كرامتها، ودارت واحد العدد ديال البرامج ما غاديش نهضر عليها كما شرط. كانت برامج يعني مرتبطه في الشق الاجتماعي، برامج مرتبطه في الجانب ديال الاداري اساسا، يعني حاولت مثلا انها كل اداره دير داكشي ديال البيولوجيات وتقدم المساعده المطلوبه للفئات اللي في وضعيه الاعاقه الى غير ذلك يعني من الامور. ما غاديش نهضر حتى مع الكثير من القوانين اللي تم تعديلها بما في ذلك يعني القانون الجنائي، مدونة الأسرة، وكذلك مدونة الشغل في بعض المراسيم الجديدة اللي خرجت من بعد 2010 اللي مرتبطة بهذه المدونة كتشرح المواد ديالها إلى غير ذلك. يعني كلها قوانين كتحاول من خلالها زعما الدولة أنها تتناغم مع الاتفاقية الدولية ديال الأمم المتحدة، لأن المغرب في الدستور ديالو كيقول بانه الاتفاقيات الدوليه تسمو عن القوانين الوطنيه، ودارت واحد العدد ديال البرامج كما قلت ماشي غير في الشق القانوني، دارت برامج كذلك في يعني عمليه من اجل النهوض الاوضاع ديال هذه الفئه. ولكن مع الاسف ما نكذبوش على بعضياتنا ونقولوا بان الاوضاع ديال هذه الفئه جيده وراحنا غاديين مزيان وبداو. مازال امامنا عمل كبير، لانه الدوله كتخرج بقوانين، كتخرج بمراسيم، كتخرج باستراتيجيات وبدوريات، ولكن راه ما كاين لا تتبع لا مواكبه لا مراقبه لا اجراءات زجريه يعني عقابيه. بمعنى انه الا كنا مثلا انا موظف اداره عموميه وكنعرف كيجي واحد في وضعيه الاعاقه الاداره كيبقى واحد، ما كاين حد في الاستقبال بعدا يعني باش يستقبل هاد الفئات هذه. مازال عندنا مجتمع ما كيتقبلش الاشخاص في وضعيه الاعاقه، ما كيتقبلهمش لان المستوى الوعي ديالو ما وصلش له. دونك الدوله عندها واحد القسط وافر من المسؤوليه فيما يتعلق بالتحسيس والتوعيه. ما يمكنش اننا نبقاو نصدروا قوانين ونصادقوا على اتفاقيات دوليه، ولكن ملي نجيو للاجراء في الواقع كنلقاو بانه الناس مازال كتعيش جحيم. وبالتالي كنعتبر بانه وان كان هناك تقدم على مستوى القوانين اللي كتاثر الحقوق ديال هذه الفئه هذه، ولكن مازال الامر يتطلب يعني عمل كبير وجبار. والدعامات الاساسيه بالنسبه لي كيبان لي باش نساهموا يعني في تحسين الظروف العامه ديال هذه الفئه هذه، لا من الناحيه الاقتصاديه لا من ناحيه الحقوق ديالها لا من ناحيه الموقع الاجتماعي الى غير ذلك. اولا خصنا نربيو بعضياتنا على الثقافه ديال حقوق الانسان، لان الاحترام ديال الحقوق ديال هذه الفئه هذه ونحن مرتبط اصلا بمنظومه دوليه ديال حقوق الانسان. بمعنى انه احنا مثلا على المستوى الاقليمي نديروش على سبيل المثال مازال عندنا واحد النظره قاصره، نظره متخلفه على واحد العدد ديال الامور. النظره ديال المجتمع للمراه، النظره ديال المجتمع للطفل، مازال كنحتقروا الطفل ومازال يعني ما كنتعاملوش معاه كانسان، عند نظره احتقاريه للشخص اللي في
وضعيه اعاقه الى غير ذلك، بمعنى انه اهم تحدي اهم معركه بالنسبه لي هي المعركه ديال التحسيس، ديال الرفع من مستوى الوعي ديال الناس. وهذه المعركه هذه راه ما غاديش تقدر اداره بوحدها ديرها، وما غاديش تقدر جمعيه بوحدها ديرها. هذا عمل جماعي، الخدمه ديالنا كاملين كيفاش اننا نحسوا الراي العام والسكينه وناخذ بالحقوق وباهميه المساواه. وهذا احد المبادئ الاساسيه اللي جات بها الاتفاقيه الدوليه ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه، وكذلك قانون الاطار ديال المغرب هو انه يعني المبدا ديال المساواه، انه الشخص اللي في وضعيه اعاقه ما خصوش يحس نهائيا براسو بانه كاين تمييز ما بينه وما بين فئه اخرى. وهذا دور ديال الاصحاء في الحقيقه، الناس اللي صحاح يعني ما خصهمش يحسوا الناس اللي في وضعيه الاعاقه بانه زعما يعني ما ناقصاهم شي حاجه. دونك انا بالنسبه لي احد العوامل الاساسيه هي اننا باش نهضوا بالاوضاع ديال هذه الفئه هي اننا نحسوا ما بعد التحسيس ديال والعمليه ديال التحسيس تتطلب كما قلت جهود امكانيات. انا كنت درت يعني جمعت شويه الارقام والمعطيات على المثال ديال التمويل الدوله البرامج اللي مرتبطه بالاشخاص اللي في وضعيه اعاقه، وكيبان لي مازال ما كاينش استراتيجيات حتى على المستوى الاقتصادي، على مستوى الادماج الاقتصادي. كاين تمويل على مستوى الانشطه ديال الجمعيات الى غير ذلك، ولكن يعني المشاريع اللي كيتقدموا بها الافراد الى غير ذلك مازال ما اطرح سؤال مثلا في الاقليم ديال الدريوش شحال من شخص في وضعيه اعاقه استفاد من المشاريع ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. كنهضر على المشاريع الذاتيه، ما كنهضرش على بطبيعه الحال المشاريع الجماعيه يعني ديال التسيير ولا تدبير الجمعيات الى غير ذلك. شحال من شخص عندنا في الادارات الاقليميه في الادارات ولا في الجامعات ولا الاخر اللي موظف مع العلم موظف في وضعيه اعاقه، مع العلم انه القانون في المغرب كيمنح ديال المباريات ديال الاخر كيمنح لهاد الاشخاص في وضعيه اعاقه انهم يستافدوا 7% ديال المباريات. مثلا الا داروا شي مباراه في التعليم ولا في الصحه ولا في اي اخر 7% ديال دوك المباريات خصها تخصص للاشخاص في وضعيه اعاقه. هذاك الشيء علاش انا كنقول مازال الامر يتطلب جهود كثير ما كنبخسوش بطبيعه الحال، ولكن في نفس الوقت ما كنكبروش اكثر من القياس باش زعما نكونوا صريحين. كذلك احد الدعامات الاخرى هي تعزيز التشريعات الوطنيه، القوانين. هذه القوانين اللي كتنظم الحقوق ديال الناس اللي في وضعيه اعاقه خصها تعزز وتكرس وتضمن اجراءات زجريه كما قلت، اجراءات عقابيه، بمعنى انه اي واحد تعامل بشكل تمييزي مع شي حد اللي في وضعيه اعاقه ولا الاخر ولا خالف القوانين اللي كتنظم الحقوق ديال هذه الفئه، خاص تضمين اجراءات زجريه صارمه في هذا الامر. كاين كذلك تعزيز الدور ديال المجتمع المدني. المجتمع المدني باش يكون المجتمع المدني اللي مرتبط بالاشخاص في وضعيه الاعاقه. الاستاذ الكريم يعني تحدث سابقا بان المندوبيه ديال التعاون الوطني كتحاول تحفز يعني الجمعيات الى غير ذلك على العمل في هذا المستوى، وكنظن بانه كاين جهود مهم كتبذل المندوبيه ديال التعاون الوطني، ولكن في نفس الوقت الامر يتطلب منا كاملين اننا نزيدوا نعزوا هذا الجهود عن طريق الانخراط ديال الجميع في العمل المدني ومواصله يعني ديال عمليه الدفاع على الحقوق ديال هذه الفئه. دونك ما غاديش غادي نزيد فكره اخرى سمحوا لي يمكن طولت لان كنت في تعرض كبير ومفصل على المستوى ديال الاقليم الدريوش. كنظن بان الامر يحتاج كذلك لتعزيز البنيات التحتيه المرتبطه بهذه الفئه الاقليم. بطبيعه الحال احنا سعداء جدا بالمشروع اللي تنجز بالتفرسيت واللي كتشرف عليه الجمعيه ديال الشعله الذهبيه مشكوره، واللي معروف زعما الرصيد ديالها في التدبير وفي العمل في هذا المستوى ديال الفئه ديال الاشخاص في وضعيه الاعاقه. ولكن كنظن مازال عندنا مشكل على مستوى البنيات التحتيه في الاقليم ديال الدريوش. مازال كاينين ادارات لحد الان الاقليم ديال الدريوش اللي كيمشي لها بنادم في وضعيه اعاقه وكيبقى مشكل في الولوج.
مازال ما عندناش مرافق اللي غتحتضن هذه الفئه في مختلف الجامعات ديال الاقليم، وكنعرفوا الجغرافيه ديال الاقليم الى غير ذلك. مازال المراكز الصحيه في الاقليم ديال الدريوش ما كتعطيش الاهميه، ولا الوزاره ديال الصحه غائبه كليا على الموضوع ديال الاهتمام بالفئه ديال دونك كاين نقاش ما غاديش بزاف ديال التفاصيل كما قلت. اعتذر ان انا طالت عليكم. انا سعيد جدا انني نساهم مع الاخوان في الجمعيه ديال البصمه الذهبيه في هذا النشاط هذا، وكنتمنى انه ندير انشطه اخرى تثقيفيه وتكوينيه، ونحن بطبيعه الحال راه الاشاره من اجل المشاركه معكم، وشكرا جزيلا لكم. الشكر للسيد جمال الأرضاوي ممثل الاتحاد المغربي للشغل. والآن إلى السيدة أحلام بوعبيد المتخصصة في تقويم النطق لتلقي كلمتها في هذا الصدد، فلتتفضل مشكورا. أول حاجة كنشكر الرئيسة ديال الجمعية الاستضافة ديالي لهذا اليوم العالمي للمعاق، وكنشكر الحضور كاملين لانهم مهتمين بهذا المجال هذا وحضروا اليوم باش يعرفوا اكثر على هذه الجمعيه هذه وهذا المجال ديال الاعاقه. بالنسبه لتقويم النطق، فكما كنشوفوا اغلبيه ديال المعاقين عندهم مشاكل في النطق، وكيكونوا يا اما في البدايه ديال الطفل ولا تا كيكبر كيقول عاد ما تيهضرش، ولا راه عنده نقص في الهضره ديالو، ولا راه منين كان صغير كنقولوا دابا غيهضر وتيولي الطفل ما تيهضرش. دونك حنايا بغينا نوعيو الناس بان النطق والتواصل حاجه مهمه بزاف للطفل المعاق، وبان هاد التخصصات هذه اللي ولات دابا جديده تتعاون بزاف الاطفال باش يعطيو بزاف في هذا المجال هذا. دونك خصنا نعطيو واحد الاهميه للنطق، حيت النطق هو التواصل، والتواصل لدى الطفل الا كان ما كيقدرش يهضر دونك ما غيقدرش يتواصل مع المجتمع ديالو الخارجي، بحال اطفال التوحد، بزاف ديال الاعاقات. الرساله ديالي غادي تكون مختصره للامهات باش انهم يحاولوا يتوعوا شويه على الخطوره ديال هاد المشاكل اللي ولات بزاف اللي ما تنعطيوهاش اهميه، اللي هي مثلا الطفل فاش كيكون عنده عامين كيكون باقي ما تيهضرش، اليوم غدا غادي يهضر، تيوصل 3 سنين ما تيهضرش، غدا غادي يهضر، ولكن هذا غلط لان الطفل خصو في 3 سنين يبدا يهضر. الا كان ما تيهضرش دونك خصنا نمشي نزور اخصائي ونشوف المشكل فين كاين عند الطفل باش نحاول نعالجو، حيت الا عالجت الطفل وهو صغير ماشي بحال الا جبتو وهو في واحد السن ديال 10 سنين ولا 8 سنين، ولا نظرا مثلا لا ترونش داج اللي تنعرفوها بان الطفل ما بين 0 واحد سنه، يعني سنه واحده كيكون خصو مثلا يقول بعض الكلمات بحال داك لو بابياج او لا بابا ولا ماما، ولا كيوصل الطفل مثلا العامين هو غير ناطق نهائيا، والاباء ما تعطيوش اهميه لهذه المساله هذه. تنحاول ناكد على ان النطق خصو يكون مبكر لدى الطفل، وان سن 3 سنين خصو يكون تيكون جمله مفيده وتعبر على الحاجيات ديالو كطفل، سواء الاكل او الشرب او اي حاجه. حاجه اخرى بالنسبه للاعاقه فخصنا نعطيوها اهميه بزاف. الشخص المعاق خصنا نتعاملوا معاه بطريقه اللي هي خاصه. بالنسبه لتقويم النطق في هذا المجال ديال الاعاقه فهو مهم بزاف. كما قلنا خصنا نحاولوا نداركوا المساله ما حد باقي الطفل صغير، حيت شحال ما كبر الطفل شحال ما تصعب علينا باش اننا نتعاملوا مع هذه المساله هذه. وتنشكر كنشكر الجمعيه ديال البسمه الذهبيه على هذا الاهتمام اللي عطات لهاد الاطفال هادو،
وتنتمناو انه يكون موارد بشريه اللي باغا تخدم في هذا المجال وباغا تعطينا نتيجه ايجابيه، حيت فريمون حنا محتاجين لهاد المسائل هادو في الاقليم، سورتو في اقليم دريوش اللي كنعرفوا بان كاين نسبه كبيره بزاف من الاعاقه. وكنتمنى ان شاء الله يكون الاشتغال ديالنا في الجمعيه ديال البصمه الذهبيه بشكل جيد باش نعطيو واحد المردوديه جيده. وشكرا. شكرا للدكتورة أحلام بوعيد اختصاصية في تقويم النطق. والآن ننتقل إلى السيدة وصال الهدى أخصائية في الترويض الحركي الطبي، فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول حاجة كنشكر رئيسة الجمعية البصمة الذهبية على هذه الدعوة الجميلة، وأنا جد سعيدة بالحضور ديالي ما بين هذا الحضور الجميل والأخصائية أحلام بوعيد والسي إبراهيم رئيس الجمعية وكل أطر سي سمير التعاون الوطني. شكرا. وأغتنم هذه الفرصة لتوضيح أكثر مدى أهمية الترويض الطبي. فالترويض الطبي هو استقلالية الفرد. إذا ما كانش استقلالية الفرد ما كاين والو. إذا دورنا هو تقديم الخدمات الشبه طبية لهذه الشريحة الاجتماعية ألا وهي ذوي الاحتياجات الخاصة. كنعطيوهم لو ماكسيموم بوسيبل باش يحققوا الاستقلالية الفرد، يعني الفرد كيولي مستقل بالذات ديالو. قلنا الإعاقة الحركية هو تقديم الخدمات الشبه طبية لأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة. فبما أن اليوم هو اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة كتدجنبر، فأنا أشهد على نفسي أنني راح إشارة جميع الأشخاص الذين يعانون من إعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة بالإقليم لتقديم خدمات الترويض سواء داخل المراكز أو خارجها. شكرا. ونختتم هذا اللقاء التحسيسي بعرض حول التربية الخاصة التي يقدمها السيد سمير طويل الأخصائي في التربية الخاصة وإطار بمندوبية التعاون الوطني. غادي نرجع لكم مجددا. حاولت بامكان نغتنم الفرصه هذه حيت كاين لقاء مع الامهات ومع بعض المربيات اللي خدامين في التعليم الاولي او الروض او في المراكز المختصه، باش غادي نقدم واحد العرض ديالي. انا للاسف درت العرض بالفرنسيه حيت اصلا المعلومات كتكون بالفرنسيه بالعربيه قليل، ولكن انا بغيت نركز على واحد الحاجه، كيفاش انا نكون مربي مختص. يعني مربي مختص عنده علاقه مع الوضعيات ديال الاطفال اللي في وضعيه الاعاقه. يعني انا كشخص ولا كبنت ولا كولد ولا كأم كيفاش نعرف نتعامل مع هذولي اللي عنده اعاقه. حتى الناس اللي خدامين في مراكز مربيات ولا المربيين شنو هما الحوايج اللي غادي يكونوا عندهم باش يكونوا مربيين ويأدوا ديك المهمه وتحقق دوك الاهداف المبتغات في العمل ديالهم. ماشي يكفي انا غادي نكون انا مربيه ولكن لو باغاج ما عنديش، لي زوتي دو طرافاي ما عنديش، وبالتالي راه غير كندوز الوقت وكنضحك على راسي وكنضحك على عباد الله. وبالتالي هذا الشيء حنا ما بغيناش يكون، لان الناس كيديروا دي فورماسيون كيديروا تكاوين عندهم شواهد. علاش؟
باش كيجمع واحد السلاح عنده في الجيب باش يقدر يستعملو في الميدان. ما كيكفيش انني انا غادي يكون عندي حافظ بزاف ديال الحوايج ولا عندي لي ديبلوم ولا عندي هادي، ولكن في التطبيق راه حاجه اخرى. التطبيق كتجيبو الممارسه، ولكن خص يكون عندك دي سافوار. وبالتالي انا اختاريت هذا النهار هذا باش انا غادي نقدم مع مجموعه ديال الامهات، رغم ان دائما راه الاشاره في المندوبيه ولا في التنسيق مع الجمعيات ولا كذا باش نقدم خدمات وتوضيحات في هذا المجال ديال ليدوكاتور سبيسياليزي او المربي المختص او المربيه المختصه اللي عنده علاقه وطيده مع الاشخاص في ذات الاعاقه. اول حاجه هادشي غادي كبير هذا الامر. نعبر على واحد المربيه عندها واحد الطفل. دابا اي واحد فيكم غادي نسولوه اشنو كيشوف، كيقول لك بانه السيده كتوري ليه الوليد هاد الصوره هادي باش تشوف واش الوليد واش يقدر يفهم ديك الصوره ولا ما يفهمش وشنو غادي يقول لها عليها. اختاريت بعض المحاور. هذا البلان كاين ديفينيسيون، يعني التعريف ديال المربي المختص شكون هو، باش كيصلح هذا المربي المختص، شنو هما الادوات اللي يكون عنده، الدور ديالو، لي كومبيتونس يعني المكتسبات المقومات ديال المربي المختص شنو هو، شنو خصو يكون عنده. كاين لي سافوار فير لي سافوار ايتر غادي نطرقوا لهم. وكاين لي دومين دانتيرفونسيون، ميادين التدخل. هادو ميادين التدخل ديال المربي المختص. ماشي المربي المختص غادي نجيبو نخدمو في البنكه ما يعطينا والو. خصني مربي مختص عنده مجال ديال باش كيخدم. اكيد المجال ديالو هو اطفال في ذات الاعاقه بتعدد الاعاقات، سواء حركيه، سمعيه، بصريه، الصم والبكم، مجموعه ولا اضطرابات التعلم، بزاف ديال المجال. وبالتالي انا كنركز على هاد الحوايج هادو. ماشي انا السيده غادي نجي نخدم في هذا المركز خص يكون عندي واحد الباكاج، خصني نعرف بعدا، نعرف اشنو بغيت ندير انا، شكون هما الناس اللي ولات الاعاقه، شنو هادو، تكون عندي واحد الاحاطه على هذا المجال، وشكون هما لي زوتي الوسائل اللي نقدر نخدمهم انا باش نحقق واحد الهدف مع هذا الوليد ديالي كأم انا ولا انا مربي في ذاك المركز. لان الا ما كاينش اهداف وما حققناش اهداف راه ما دايرين والو. في هذا المجال ديال ليدوكاتور سبيسياليزي هو خدام في واحد المجال كبير اللي هو ديال العمل الاجتماعي، لو ترافاي سوسيال. هذا لو ترافاي سوسيال ضروري كيخدموا فيه بزاف ديال الفئات ديال المجتمع. كاين لي زاسيستون سوسيال، كاين بزاف ديال ليزوكاتور، كاين لي فام ديال اللي عندهم كيديروا خلايا ديال التواصل والاستشاره، يعني بزاف ديال المجال. وكاين حتى ليدوكاتور سبيسياليزي هذا المربي المختص خدام في هذا المجال الاجتماعي، الا وهو يخدم في المراكز ولا يخدم في ليزيكول ولا يخدم في مثلا يدير لاكومبانيون مع الامهات. دابا الا مشينا مثلا لفرنسا ولا مشينا غير المغرب الداخل كنلقاي واحد مربي مختص كيدير لاكومبانيون هي المصاحبه، كيدير المصاحبه مع واحد الوليد توجور دائما كيدير مع المصاحبه، ولكن عنده واحد البلان خدام عليه، يعني عنده واحد البلان شكون هو فاش كيعاني الوليد كندير له واحد الدياغنوستيك، ها فين بغيت نوصل مع هذا الوليد، هذا اشنو بغيت نحقق مع هذا الوليد. لي دومين ديال الانترفونسيون، مجالات ديال التدخل كنعرفوا بانه مجالات كثيره كما قلت لكم. كاين مراكز، كاين مدارس، كاين حتى في الشارع. ممكن ندير انا كمربي مختص ندير انترفونسيون، نشوف واحد الشخص اللي هو في ذات الاعاقه مثلا ما قدرش يطلع واحد الدرجه ولا نلقاه مثلا انا كمختص في هذا المجال هذا سي ما غادي ندافع على هاد الناس هذو. ماشي مثلا الحالة نلقى واحد الشخص كيتسنى وهما هنا عندهم حق ديال الاولويه توجور، والدوله وزاره الاسره والتضامن كتخول لهم هذا الحق، ولكن بناء على واحد الشهاده ديال الاعاقه كتصاوب لهم الوزاره، يعني وثائق كيدفعوا لينا حنا كيكون واحد اللجنه طبيه وكنصاوبوا ديك الشهاده، وديك الشهاده كيدلي بها في المرافق العموميه في وسائل النقل في اي بلاصه مشى لها عنده الحق هو يسبق. وليد عنده اعاقه جابته امه معاه باش يقضي واحد الغرض شي اداره كتدلي ديك الوثيقه كتدخل قانونيه. راه سي اللي ممكن ديال الاتحاد المغربي للشهره طرق هذه المساله هذه، ولكن خصها تفعل، خصهم الناس يعرفوا هذه المساله هذه. اذا تفعلت في الاداره العموميه حنا غنزيدوا، ولكن كلشي منا حنا كمجتمع. علاش كنمشي كنلقى شخص ذو الاعاقه هو شاد النوبه
حسيت بواحد الحس انساني. ما يمكنش انا نخلي واحد انا صحيح هكذا ونخلي واحد الانسان اللي هو فداد الاخر خليه كيتسنى ولا واحد الام ولا هادي ولا هادي، لا خصني نسبقوا بدون ايذاء بالشهاده. يعني كنشوفوا الحاله ديالو فبالو كاينه دابا الشهاده راه قانونيا ابيت ام كرهته هو اللي خصو يسبق، بقى ذاك الموظف لا بغاش هو اللي خصو يسبق قانونيا، ما يدوز حتى شي واحد يدوز هو. هذا غير واحد النقطه شرح لكم في هذا المجال ديال الاخر. الدور ديال هذا ديال المربي المختص كما كنقول لكم كيكون واحد البرودكسيون ولا واحد البروغرام دو ترافاي ولا بروغرام ايديوكاتيف ولا خطه عمل. كيكون واحد خطه عمل، يعني الدور ديالو خص يعرف يدير خطه عمل. ما يمكنليش انا كاستاذ غير استاذ في المدرسه كتلقى استاذ في المدرسه راه ما يمكنش كل نهار كتكون عنده ما يسمى بالجداده. هذيك الجداده هو برودكسيون، هو برنامج عمل ديال ديك الحصه. يعني الا ما كانش عنده داك الشيء غادي يجي هكا كيخربق داخل هنا خارج. يعني هي كتعلق عندك كتكون عندك وبالتالي انت غادي معاها وعندك الاهداف في اخر المطاف غتحققهم. يعني انت بديتي الدرس ديالك في اخر المطاف غتحقق الاهداف هذو، وخصك دير واحد ليفالياسيون للوليدات واش عارفين داك الشيء ولا ما عارفينش. الوغ ملي كيجي عندي انا ولدي انا ولا ولد شي واحد بغيت نخدم معاه غادي نخدم معاه. الدور ديالي خصني نوصل. نعطيكم غير مثال باش نقدر نوضح لكم باش تفهموا. واحد وليد ما كيجلسش في الكرسي، وليد فيه حتى واحد ما كيجلسش في الكرسي مثلا لا حركي بزاف في الفرفاره مثلا الفرفاره كيدير هكا بزاف. كدير ام ديالو مثلا على برا كتحشم كدير هكا ربما ما كترضاش ربما كتقول راه كيحاجه قدام الناس ولا الفرفاره. بغيت انا نحيد منه هذه الفرفاره ولكن في واحد الوقت اللي هو جيت ما نقدرش نحدد لك بالضبط علاش، لان هذا راه انسان ماشي عجينه نردو هكا انسان ولكن كيدير المجهود ديالي يعني الماكسيموم. كلما درت البرنامج ديالي خطه عمل صحيحه وتبعتها كلما ذاك الهدف غادي يتحقق واحد الوقت اللي هو جيت. ونزيدكم على واحد النقطه اللي هي كان انسيستي بزاف عليها المربيات لا في المراكز لا في الروض هذه خدموها مع اي واحد. حتى انا معكم دابا كنخدمها وانتم ما كتحسوش. يعني كاين بعض الناس اللي هما كيشوفوا فيا ولكن ما منتبهينش عقلوا فيني فهمتي. حتى الوليد بغيت نخدم معاه خصني ندير لاتونسيون ديالو، خصني نعرف لاتونسيون ديالو كيفاش، خصني هو يتجاوب معايا. ملي كيتجاوب معايا كنخدم معاه هذاك الهدف اللي بغيت انا. ممكن الوليد كيجلس كيدير هكا. غادي نرجعوا للمثال ديالنا ديال الفرفاره، غتكون غير مثال برودكسيون. ملي كنديرو في الوراق يوميا كيترسخ لنا في الدماغ، وبالتالي اي واحد كيدير التدخل ديالي بسرعه. يعني عرفت لي زيتاب اللي غندير نستعمل هذه يعني عندي بزاف ديال الاسلحه نقدر نخدم مع هذا الولد. الخدمات هذه ما خدماش غادي نديفلوبي هذه غندير هذه غادي يمشي مزيان. الفرفاره اللي كيدير غادي نحاول غير كمثال كيتعطى وكيدير. اللي كنقول لكم اللي كيقرا شويه في هذا المجال راه غادي يعرف هاد المسائل هذا. كيدير الفرفره يعني هاد الفرفره ما عندهاش فونكسيون، ما عندهاش وظيفه هاد الحركه هذه. الوليد كيدير هكا ما عندوش حركه. دونك اش غادي ندير انا؟ خصني ديك الحركه اللي كندير خصني بعد اولا ننزل نكون المستوى ديال الوليد، غادي ندخل للمجال ديالو، غادي ندخل معاه ندير معاه هذيك الحركه ولكن غندير لها انا فونكسيون. نعطيكم انا مثال. هذيك الحركه اللي كيدير الوليد غادي تجي معنا غير مثلا غير داك المضرب باش كيلعبوا صغير هو ونعطيه كره وبتدير قدامه هكا كنعطيه الموديل للوليد كندير هكا ويولي الوليد يدير حتى هو هكا. دونك راه مابقاش كيدير هكا، كنربط ليه الفرفاره بواحد لا فونكسيون بواحد المهمه بواحد الوظيفه. يعني هو فوقاش مع التكرار كل مره غادي يبغي يدير الفراخ ويما يضرب. وبالتالي ملي كيشوفوا شي واحد في الشارع كيقول راه وليد كيلعب ما فيهش داك السلوك هكا. ومع المده كيتحيد، يعني التكرار اللي مغدا كيتحيد. في الاول كنقدم لاكيدونس للوليد كنقدم ليه المساعده كيفاش يشد المضرب كيفاش يدير، ولكن فوا يشد كنحيد المساعده ديالو وكنخليه وبالتالي كتحيد حتى الفرا كتقلب. اضافه بزاف ديال الحركات ديال سميتو بزاف ديال الاشياء ديالهم. هذا غير عطيتكم غير مثال اخر ديال وليد ما كيجلسش على الكرسي مثلا كيفاش ندير انا قلت ليه هادشي كيبغي شويه ديال الوقت وكيبغي ورشات عمل. انا كنشكر بعدا هاد الجمعيه دارت هاد الحصه هذه باش نتلاقى معكم ونوضح لكم هاد المسائل. وإلا كان شي مبادره من شي جمعيه اخرى باش نديروا مجموعه ديال الورشات انا راه الاشاره. يعني هاد الشيء تيوريكم نظري صعيب شي شويه، ولكن في الواقع اللي كيهمكم خصكم تطبقوا هادشي في الواقع وخصكم تشوفوا كيفاش كيطبق في الواقع. خصكم تشوفوا ونشرح لكم هذه علاش كاين الفيديو مثلا يوتيوب فيه لي فيديو كنلقى واحد مربيه كدير هذه كدير ولكن انت ما كتعرفش علاش خدامه هي. شكون هو لو كومبورتون بروبليم علاش الفيزياء، يعني داك السلوك المشكله اللي كتخدم عليه ديك المربيه. نقدر نديرها كدير بزاف ديال الانشطه ولكن كنفيزي على واحد الحاجه انا اللي عارفها.
كاين عندي في البروغرام ايدوكاتيف ديالي، في المشروع التربوي ديالي، هذاك المشروع التربوي ديالي بغيت نحققو بغض النظر على الحاجات الاخرين اللي كيديرهم الوليدين، ولكن انا كنفيزي عليها، اللي كنفيزي عليه كنساليها كندير بروغرام ايدوكاتيف اخر، يعني كيستقل الوليد في حاجه كندير عاود بروغرام اخر على شي حاجه اخرى، وبالتالي ملي كنديفلوبي هذا البروغرام ايدوكاتيف جلس في اي بلاصه، لان كاين وليدات اللي عندهم اعاقه السيروس. مرحبا بك، مرحبا. قلت لك كاين وليدات اللي عندهم اعاقه مثلا، الا جبتيه الا علمتيه يجلس في الكرسي في المركز، اش كيحسب ليه الوليد؟ راه خصو يجلس في الكرسي غير في المركز، الا مشى للقهوه راه ما يكسلكش، ما عندوش العموميه، هذيك لا كومبيتونس ما فيهاش جينيراليزاسيون، ما عممتيهاليش، خص يعممها لي باش يعرف. غادي نفتح مجال ديال المناقشه غير باللي سالي، حتى اللي عنده شي تساؤل ولا شي حاجه باش نجاوب عليه ونتناقشوا. هادو بعض التعاريف، درتهم بالفرنسيه سمحوا لي وصافي، ولكن التعريف ما كيهمش، شكون هو اللي كيهم؟ هو البراتيك، شنو هو يكون عندي. اللي بغيت نوصل لكم انا في هذا النهار عندي انا هدف باش نوصل لكم انا في هذا العرض هذا، هدف ديالي انا باش نقول لكم دابا، باش يكون كونطرا بيني وبينكم، هو ذاك المربي اش خصو يكون عنده باش يؤدي المهمه ديالو على احسن ما يرام. شنو هما الادوات، شنو هو الدور ديالو باش يؤدي ديك المهمه، هذا هو الهدف ديالي انا. ما جيتش انا نهضر على شي حاجه اخرى، انا بغيت نوصل لكم هاد الفكره تكون عندكم، تمشي غدا نقول هاد السيد اللي خدام كيفاش، او كتمشي مثلا لشي مركز كتشوف البنت ديالها خدام مع هذه المربيه، شنو واش عندها بروغرام هاد السيده باش خدامه، واش عندها هادي واش عندها هادي واش عندها هادي. الا ما كاينش هاد الشيء راه ما كاين والو، يعني كيكون عندي واحد الشيمه، واحد الاستماره خدام انا بها. الدور هو ملي قلت لكم تأدية المهمة، هادو لي سافوار تيوريك، يعني السيد إديكاتور سبيسياليزي ضروري باش يكون عنده إلمام لهذا المجال. النظريات اللي خدامين في هذا المجال هذا كنعرفوا بأن النظريات ديال المنظرين، كاين النظرية السلوكية والنظرية البنائية، وخصوصا مع الأطفال ذوي الإعاقة نظرية السلوك. النظرية السلوكية كتعتمد على المثير والاستجابة، ملي كندير هكا كلشي كيهز عليه، درت انا المثير، دونك انا درت المثير كلشي استجبتوا نتوما، درت انا هذا السابق باق السلوك عندكم نتوما هو هزيتو عليكم ولا كاين واحد اللي يقفز، هذاك هو السلوك ديالكم. دونك هنا هما لي سافوار تيوريك، يعني النظريه السلوكيه ولا البنائيه ضروري خصكم تقراو شي شويه، وكما كنقول لكم انا راه الاشاره اللي بغى يديفلوبي راسو في هذه المسائل هذو نعطيه كتوبه بالعربيه فرونسي 16 معايا اللي بغاها. انا موضوع على حدود الساعه باش انا نبارطاجي المعلومه كما انا مشيت خلصت عليها فلوس، درت واحد الفورماسيون في الجامعه الدوليه في الرباط على هادشي ديال برنامج رفيق ديال التوحد، ديبلاسينا خسرنا فلوس من جيبنا باش نلقاو معلومه، ولكن انا الناس ديال الدروش انا بغيت انا نعطي الشيء اللي علمني الله نعطيه لهم مجانا، ما بغيت حتى شي واحد مقابل، انا ما كنسترزقش في هاد الوليدات، وكنمشي حتى انا مع الناس اللي ما كيصدقوش، الناس اللي هما خدامين لقيت ما خدامش ولقيت غير كدير هكاك الله يعاونك راه ما نمشيش معاك انا، هذا ماشي اشهار ولكن هذا واقع. واللي ما كيعرفناش الندوبيه التعاون الوطني عندنا بزاف ديال الأنظمة يجيو يعرفنا ويعرف الخدمات اللي كنقدموا وغادي يفهم. الله يجازيك بخير. كاين لي سافوار فير، كاين لي سافوار فير، كاين لاكسيون، كاين لانترفونسيون، كاين لي زاكتيفيتي او ترافاي سوسيال. لي زاكسيون هو الطريقه ديال التدخل. نعطيكم انا مثال، انا عندي واحد الوليد كيأذي نفسه كيقمش راسو، ولا انا ولدي مثلا خدام معاه واحد كيغوت، كيفاش انا ندخل في ديك اللحظه تما كان غير البروغرام ديالي خصني انا نحمي الوليد ما يأذيش نفسه، هذا هو لاكسيون، يعني كتهمني الحمايه ديال الوليد هو الاول بحال انت تعلم. كاين بعض الامهات كيطرحوا بزاف ديال الاسئله كتقول لك ودي انا بغيت ولدي يعرف التليفون يعرف هادي يعرف هادي يعرف هادي، يعني بحال بغيتي كتقول بغيت انا الاستقلاليه من دابا ما يمكنش. واش ولدك انت مازال كيدير لي طغوط كومبورتمون وبغيتيه يقرا، خص السلوك ديالو يتحسب على نستنى في الطبله مزيان بقى تينتبه ديك الساعه نشوفوا نديروا الاخر. كاين لي سافوار اتر كاينين تحت ما دازوش كبرت
ديك ليكرون نصافون اتر هما لا ريسبونسابيلتي. لا ريسبونسابيلتي عند الشخص اللي يكون هو مربي مختص ولا مربيه مختصه، خص يكون عندها لا ريسبونسابيلتي ديال المسؤوليه. انا ملي خدام مع الوليد المسؤوليه بيني وبين الله بعد اولا، عاد بيني وبين الام ديالو ولا الولد ديالو. يعني دونك ما يمكنليش انا غادي نخدم مع واحد الوليد ولا كذا وانا ماشي مسؤول. نجي مثلا نعطيه الالعاب نخليها هو خدام هو كيلعب في الالعاب. لا، الا بغينا نديرو القضيه ما نديروش المركز، غادي نديروه شي بلاصه اخرى ديال الالعاب ونخليوه يلعب على خاطرو ويفرغ داك الضغوطات الداخليه اللي عنده. ولكن هنا خص يكون عندنا هدف اللي هو خصنا نحققوه، وقبل ما نحققوا الهدف كاين نتائج ديال السلوك. حتى اللي ما عندوش غرض راه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وسيدة الرئيسه، حنا هادشي كنديروه من اجلك انت، غير باش كلشي يفهم وكلشي يوضح. وكما كنقولوا اللي ما عندوش غرض عادويات ما كاينلاش يعمر الكرسي ويجي، لان كيضيع وقته. خصنا الناس هادو مهتمين، وانا كنغير عليهم، وحتى اللي كيبغي هذا المجال انا كنحماق عليه حتى انا. كاين سوابق ديال السلوك وكاين السلوك وكاين نتائج. شكون هما السوابق ديال السلوك؟ لي زونتيسيدون بالانجليزيه، لي زونتيسيدون. السوابق ديال السلوك مثلا اشنو درتي؟ سيدي حلاك اشنو درتي دابا؟ ملي صفرت انت شتي في الشجره، صاحبك شنو صفر في الشجره؟ واش نسيت نقول لك؟ هذا هو انت السلوك ديالك. انا خدام معاك، انا صفرت انت درتي، يعني انا راه عيني فيك، ماشي ما كنشوفش شي حد اخر. ملي بغيت نصفر راه كنشوف فيك انت فيزيت عليك، يعني انت هو الوليد اللي كخدام معاك، فهمتي؟ دونك النتائج شكون هما؟ النتائج هو الوليد ما شاف حتى شي واحد غير ورجع عندي. دونك كيدور في دماغه بانه التصفيره ماشي من برا، راه من الداخل. حتى الوليد ملي كيدير واحد السلوك خصنا نعرفوا الوظيفه ديال داك السلوك. الوظيفه ديال السلوك، الا عرفنا الوظيفه ديال داك السلوك اكيد غادي ديفلوبا، غادي نعرفوا كيفاش نديروا داك السلوك. مثلا واحد ولد كيبكي اش كتقول الام؟ هذا وليد بين قوسين عادي، اش كتقول الام؟ مثلا كتجي تقلب ليه هنايا سخانه، ما فيش سخانه، كتقول ربما الحفاضات. علاش بان خصها تحيد الحفاضات؟ ملي كتحيد الحفاض صافي راه زين. يعني هنا الام كتقلب على لافون. ونبدأ بملكة العلوي يقدم لها الشهادة السيد سمير طويل، فليتفضل مشكورا. الشهادة التقديرية الأخرى للسيدة ملكة الوكيلي يقدمها لها أيضا السيد في إطار سمير. الشهادة التقديرية الأخرى للسيدة حياة العيسى تقدمها لها رئيسة الجمعية الدولية للتفضل. الشهادة المقبلة للسيدة أميرة الشودي يقدم لها السيد إبراهيم تقديم، فليتفضل إبراهيم. إيمان باش فراتي باش فراتي السيدة عندك واحد 50 درهم من العشية.